حالات الاكتئاب والأمور السلبية اللي بتحصل في حياتك سببها حاجة واحدة. كلنا في الدنيا دي بنحاول نتعافى من حاجات كتير، والبني ادمين مش حاسين بينا، فاكرين ان احنا مبسوطين. ممكن بسبب انك انت بتحكي مع بني ادم من البني ادمين يكون خير عليك ويكون خبير في حل المشاكل المتراكمة عليك اللي بقالها سنين، وممكن يفضحك ويقل بكرامتك في وسط البني ادمين علشان ما يعرفش معنى التقدير وما عندهوش ضمير. ليه تحتار ما بين الناس؟ كفاية ان ربنا مديك احساس، واحساسك كل يوم بيكبر لما تكون متعلق بالله اكتر. وليه قبل ما تيجي تنام في الليالي تقول هل هو بيفكر فيا ولا مش داري؟ التفكير الزائد هو القاتل الوحيد لسعادتك. وليه تعلق تفكيرك لحد ما فارقش معاه سعادتك؟ وخليك فاكر ومتأكد مهما تعمل هتقابل رب الكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فانت مهما تلف وتدور هتقف في طابور، هتتحاسب على كل افعالك اللي عملتها في الدنيا يا طور. وريني بقى حبيبك هيلحقك ازاي، انت اصلا هتكون واقف مطول بتتحاسب على كل افعالك. فخلي عندك سرور ويقين بان ربنا كرمه كبير، وشايفك في الليالي وانت بتعاني ووحداني، فهيجي في يوم يهديك بشخص انت كنت مش متخيله ان هو يكون ليك، وهيدفيك ويرجع نبضات قلبك من جديد.